ودي البدايه اللي هتغير تفكيرك. تعرف ان الاثرياء بيمتلكوا الاصول بينما الفقراء والطبقه الوسطى فيمتلكون الخصوم وبيعتقدوا انها اصول. طب ازاي؟ ركز في الكلام اللي بقوله لك ده واركن المحاسبه على جنب. بص يا صديقي، معنى الاصول ان الاشياء اللي انت بتمتلكها واللي هتدخل جيبك فده هيظهر في جانب الاصول. اما الخصوم فهي الفلوس اللي عليك والفلوس اللي هتخرج من جيبك، وده هيظهر في جانب الالتزامات. فنفهم ان انا لو عاوز اغير وضعي المالي للافضل فلازم احاول اشتري الاصول، ولو انا حابب اكون فقير فببساطه جدا هشتري الخصوم. تعالى بقى اقنعك بالكلام ده، وده اللي قاله روبرت. لو جينا افترضنا دلوقتي انك اشتريت شقه بالقسط هتعيش فيها، وقمت مشتري عربيه بالقسط، ده يعتبر استثمار ولا التزام؟ هتقول لي يعتبر استثمار. هقول لك لا يا صديقي، ده التزام لانك لسه ما امتلكتهاش، فبالتالي هي التزام عليك. طب خلاص سددت فلوسهم كده هيبقى استثمار واصول عندي؟ هقول لك لا برضه. عارف ليه؟ لان الشقه اللي انت اشتريتها وقعدت فيها والعربيه محتاجين مصاريف دايما، فهنا هتاخد مني فلوس مش هتديني فلوس، وده بعيدا عن انها بتوفر لي سكن وامان. انا بتكلم دلوقتي في استثمار ووضع مالي. هتيجي دلوقتي تقول لي دي شقتي وسعرها بيزيد وهيدخل لي فلوس والعربيه بقت ملكي. هقول لك طول ما انت ما بعتهمش ودخلوا لك فلوس فهم ما زالوا في جانب الالتزام، لانك لسه بتصرف عليهم صيانه وغيره، ففي فلوس طالعه من جيبك. اما بقى لو جيت اجرت الشقه ديت وشغلت العربيه ودخلوا لك فلوس فبكده هنقدر نقول ان هم في جانب الاصول.